فكرة النهاردة سهلة وبسيطة خالص. هنستغل ازازة كانت فاضية عندي وهعمل منها قطعة ديكور هتبقى جميلة وهتعجبكم اوي ان شاء الله. اول حاجة ده خيط خيش، طبعا كلنا عارفينه وانا بستخدمه كتير جدا. هبدأ اغطي بيه الجزء اللي فوق ده كله لحد ما اوصل للكمية اللي انا عايزة اغطيها من الازازة بيه. مش هغطي الازازة كلها، وكل شوية بضيف حبة من الشمع على اساس ان هو يثبت معايا ويبقى الشكل النهائي يبقى تمام، ما يكونش فيه حتت متغطية وحتت لأ. لو عجبكم الفكرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي جديد انا بعمله، وشير ولايك بقى علشان اصحابنا كلهم يعرفوها. وكده هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للجزء اللي انا عاوزاه، وبعد كده هاخد خط كده بشكل مايل، وطبعا كل شوية هثبت بمسدس الشمع عشان ما يفكش مني، خاصة في الجزء المايل ده لان هي طبعا خيط واحد وممكن يفك، فلازم يتثبت كويس جدا. وهعمل الجزء اللي تحت زي الجزء اللي فوق بالظبط، هيكون كذا خط بعض جنب بعض كده. وطبعا كل شوية برضو هحط شوية شمع لحد ما اغطي الجزء اللي تحت ده كله. كده يعتبر الفكرة خلصت، الباقي تزيين. وقطعت الجزء اللي انا محتاجاه وثبت نهايته علشان ما يفكش. وبعد كده كان عندي اللي هو الورود المجففة دي، مليت بيها الازازة اللي عندي، وفعلا الشكل النهائي هيبقى تحفة وتنفع فعلا قطعة ديكور. ايه رأيكم؟ الفكرة سهلة وبسيطة واي حد يقدر يعملها، وده كان شكلها النهائي. مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.